السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة سهلة وسريعة وطعمها حكاية خطيرة بجد. هنعمل صينية سردين بالبطاطس في الفرن. الطعم بتاعها تحفة بزيادة ان هو اساسا السردين غني جدا بالاوميجا 3 وكمان بالفيتامينات بتاعته، مفيد للمخ وللذاكرة وصحة القلب وللعين. فلو فضلنا نحكي عن فوائد السردين كتيرة جدا، تعالوا بقى نشوف التتبيلة المميزة جدا للسردين بتاعنا. اول حاجة نزلت بالثوم بتاعي والملح عليها، كمون وكزبرة ناشفة، وكمان حطيت عليها كده سنة شطة بسيطة، ويعني قرن فلفل كده سبايسي قطعته، وكمان ايه يعني ورقتين 3 من الكرفس كده بيدي طعم حلو جدا جدا للسمك. فرمته مع بعض كويس جدا لما دابوا كلهم مع بعض. بعد كده جبت عندي البطاطس. الاولاد عندي بيحبوا البطاطس تحت السمك عموما، والصينيه السردين او البوري بيبقى طعمها مش حكايه، روعه فوق الخيال. خدت معلقه من التتبيله ورحت جايه مقلباها كده، متغلفه كل بطاطسايه بيها مع بعض. بعد كده ابتدي رصي السردين بتاعك في الصينيه بتاعت الفرن بتاعتك زي ما انت عايزه بقى، رصيهم كده زي ما انت عايز، بس اعملي شكل جمالي كده حلو عشان يعني ايه يفتح النفس على الاكل. انزلي بقى بالمكونات بتاعتك معايا، حلقات طماطم، حلقات فلفل، ليمون. دوت اساسي معاكي في صينيه السمك بتاعتك. فنزلت بالفلفل بتاعي، وبعد كده هنزل بالطماطم زينيها زي ما انت ايه حباها كده، هتحطيها كده عادي، تحطيها متزينه زي ما انت عايزه. بعد كده خدت كده يعني رشه من التمليحه اللي انا عملتها من التتبيله بتاعتها، ورحت جايه رشها كمان على الوش كده من فوق. بعد كده حطيت الطماطم بتاعتي بشكل دائري، وحطيت كمان بقيه الفلفل، حطيت الليمون. طبعا لازم تعصري عصره ليمون حلوه قوي كده عليها من فوق، زي دي احنا بنحط شرايح كده متوزعه عليها بجد يعني. الريحه من قبل ما احطها بس كده التتبيله لما اتغلفت مع البطاطس والسمك، يعني بجد ما شاء الله تبارك الله رهيبه بجد. في الوقت ده انا كنت مشغله الفرن عندي يعني عشان هدخلها الفرن على طول. بس كده هروح جايه بقى حاطه عليها زيت من فوق، واكون محضره نص كوبايه ميه كده حطاها من الجنب، بس ما يعني ما تلمس السمك معاكي ولا حاجه. من الجنب كده هي هتتوزع في الصينيه كلها. ودخلتها الفرن بألف هنا وصحة، وريحتها كانت جايبة لآخر الشارع بجد. المهم ان سمك السردين دوت من الأهم حاجة عندك، ان انت على الأقل لازم تعمليه مرة كل أسبوع. مش هنقول ان هو يعني كل يوم عشان تغيري وتجددي في أكلاتك، من كتر ما هو فيه فيتامينات عالية جدا وحلو ومفيد قوي للعظم وللعين وللقلب كل شيء. فأنصح بتناول السردين على الأقل مرة كل أسبوع، وكمان لأطفالنا لأن هو مقوي جدا للمخ وللذاكرة. بجد طعمه خطير، والسمك استوى والبطاطس استوت جميلة جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله. وصفة سهلة وسريعة واقتصادية، يعتبر من أكلات آخر الأسبوع كمان لو أكلة اقتصادية ومغنية، يعني مفيدة جدا وغنية جدا بالفيتامينات والمعادن أو كل اللي جسمي يحتاج. أشوفك إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.